السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين بس نتكلم في كام نقطة كده بخصوص زيزو الأهلي وفضيحة الزمالك، ويعني ايه، وكمان محمود حمدي الونش وأنباء توقيعه للأهلي وكده. يعني هنبتدي بس بفضيحة الزمالك، ودي حاجة متوقعة. يعني الفضيحة اللي حصلت النهاردة للزمالك قصاد فريق مركز 16 في الدوري الجنوب أفريقي أو مركز 13 أو حاجة زي كده يعني، وخروجه من الكونفدرالية، دي حاجة متوقعة ودي حاجة طبيعية. لأن إدارة الزمالك بلجنة التخطيط أو لجنة الكورة أو لجنة الحكماء أو زي ما يقولوا عليها في الزمالك، اللي هي مكونة من ميدو وحازم إمام وعمرو الجرهيني وجماهير الزمالك نفسها. حتى هو النادي اصلا انت ما تعرفش هو مين رئيس النادي. يعني يا جماعه، هو مين رئيس نادي الزمالك؟ هل هو عمرو الجنايني ولا ميدو ولا ممدوح عباس ولا حازم امام؟ يعني مين هو رئيس النادي عندكم يا جماعه؟ يعني نادوا لي حد كبير اكلمه يا جماعه. يعني لما اجي اتكلم في مع نادي الزمالك، اتكلم مع مين؟ مين الرئيس عندكم؟ الحقيقه ان الرئيس الفعلي عندهم اصلا، او اللي هو اسمه رئيس النادي اساسا، هو مش موجود. واللي بيتحكموا في النادي هم ملهمش علاقة أصلا بمجلس الإدارة. فهو نادي تحس إن هو نادي ملوش كبير، تحس إن هو نادي مفيش حد مسيطر عليه، اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. دي نقطة. يعني النقطة التانية، إن المجلس ده أول ما جه قالوا إحنا هنحل مشاكل الزمالك، وإحنا بقالنا 6 شهور بندرس فيها وبلا بلا 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 وكل الكلام الجميل ده كله. وبعدين عملتوا إيه؟ ماذا بعد؟ فين الخطة؟ فين اللي اشتغلتوا عليه؟ الحقيقة إن نادي الزمالك تحول، مش هنقول لك لأكاديمية أو الكلام ده كله، هو تحول لمشجعين لنادي بيراميدز. يعني أنا مش قادر أنافس، فهشجع حد بينافس بس. هي ده اللي هم بيعملوه حاليا، وبموافقة ومباركة جماهيرهم. اللي هو أنا المهم إن أنا أكون إيه، أحاول أفرح بأي حاجة حتى لو مش أنا اللي محققها. دي مش شخصية نادي كبير يا جماعة. دي مش شخصية نادي بيقول على نفسه إنه بطل. دي مش شخصية نادي عايز يدخل منافسة. الزمالك داخل في دوامة زي دوامة 2007 و2008 و2009، واللي هو هنلاقيه بعد كده في منتصف الجدول وبيصارع على الهبوط والكلام الجميل ده. هو الدنيا عندهم من سيء لأسوأ، ونتمنى لهم الأسوأ إن شاء الله. يعني لأن نادي بلا مبادئ وبلا قواعد ثابتة، فطبيعي إنه يكون هيجيله فترات يزهو فيها وينتصر، واغلب الفترات هتبقى انتكاسات، لان انت ما عندكش مبدأ ثابت تمشي عليه. ده الطبيعي. النقطة التانية وهي توقيع زيزو للأهلي، وخلاص النادي الأهلي حسم صفقة زيزو. الإعلان عنها يعني مش مفيش، يعني على نهاية الدوري، ممكن على نهاية الشهر الجاي شهر مايو، أو لو يعني صحت الأنباء اللي اتكلمت النهاردة عن إن زيزو هيتوجه لاتحاد الكرة لشكوى الزمالك، عشان هيشتكي نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة اللي هي تبلغ 70 مليون زي ما بيتقال يعني. فلو ده حصل طبعا زيزو هيفسخ العقد من طرف واحد وهيرفع قضية على النادي، وطبعا هيبقى لعيب فري. فساعتها النادي الأهلي هيعلن عن الصفقة. وزي ما قال كابتن شوبير من شوية، إن النادي الأهلي في خلال أسبوعين هيعلن عن صفقة مدوية. بس ما علينا، يعني نسيبنا من كل التصريحات الإعلامية دي. هنتكلم كلمتين بس عن زيزو. هل زيزو لعيب مفيد؟ زيزو لعيب مفيد. هل زيزو لعيب مؤثر؟ زيزو لعيب مؤثر. طيب، هل النادي الأهلي في حاجة لزيزو؟ نعم، النادي الأهلي في حاجة لزيزو. على الأقل على الأقل بديل لحسين الشحات إذا استمر حسين الشحات. يعني لأن الأنباء اللي بتتكلم دلوقتي بتقول إن حسين ممكن يروح العين الإماراتي، فدي حاجة مش عارفين هي مؤكدة ولا هيتم نفيها، ولكن ما أعتقدش إن الأهلي هيسيب حسين. لكن أيا كان زيزو لعيب مفيد، لعيب مؤثر، لعيب يحتاجه الأهلي. وتكمن حاجة الأهلي لزيزو في سرعته
نقله للهجمة بسرعة، عرضياته المتقنة، تسديداته القوية، وحاجات كتير جدا تكتيكية زيزو بيعملها. يبقى زيزو صفقة رابحة للنادي الأهلي، صفقة رابحة جدا للنادي الأهلي، صفقة مؤثرة، صفقة مؤثرة. على المستوى الجماهيري بقى، بعيدا عن الفنيات، على المستوى الجماهيري زيزو صفقة تغطي على كل أخطاء مجلس الإدارة اللي حصلت السنة دي، تغطي على كل الأخطاء الفنية اللي حصلت السنة دي، تربك حسابات الدوري كله وتربك حسابات كل المنافسين. ودي النقطة يعني الأهم من الحسابات الفنية، لأن الحسابات المكتبية بقى اللي بتبقى جوه المكاتب والنفسية والحاجات دي هي اللي بتأثر على الحسابات الفنية. بمجرد إن زيزو يعني الزمالك الفترة اللي فاتت بعد ما الأهلي ما راحش ماتش القمة وما رضيش يلعب الماتش، الزمالك كانت جات له فوقه، كان حاول إن هو يظهر نفسه، وابتدينا نشوف بيانات وتصريحات، وابتدينا نشوف الزمالك بيكسب ماتشات وكلام من ده. بعد الأنباء المؤكدة إن خلاص زيزو راح الأهلي، هيبقى في انتكاسة كبيرة للزمالك، وده اللي بيحصل دلوقتي. وشوفنا أول حاجة منها في مباراة الكونفدرالية النهاردة. القادم بالنسبة لنادي الزمالك هو أسوأ، هنشوف انهيار، وهنشوف إن بيراميدز بيكسب في الماتشات اللي جاية، سواء نهائي الكاس أو ماتش مع الزمالك. هنشوف بيراميدز بيكسب بنتيجة كبيرة، وهنشوف إن الزمالك هيبقى ملطشة، ممكن ما يلحقش الكونفدرالية السنة الجاية كمان، وده هنشوفه الأيام اللي جاية طبيعي. يعني دايما الحسابات النفسية بالنسبة للأندية الكبيرة هي عامل مهم جدا ومؤثر على تحقيق النتائج. صفقة تعمل فرقعة إعلامية، تزود شعبية مجلس إدارة الأهلي اللي السنة دي بس جاب صفقتين مهمين جدا كانوا في الزمالك الاتنين، والاتنين أثروا جماهيريا، صفقتين جماهيريتين، وهم أشرف بن شرقي وأحمد زيزو، والصفقتين مؤثرين فنيا وجماهيريا. صفقة تغطي على غلطة مجلس الإدارة بأنه هو ما راحش ماتش القمة وإدى الزمالك 3 نقط من غير ما يتعب. فالصفقة دي هتغطي على كل الكلام ده. الحاجة التانية، انت عندك ماتش انت كالنادي الأهلي عندك ماتش بيراميدز يوم 12 تقريبا. إذا الأهلي كسب ماتش بيراميدز، الأهلي هياخد الدوري قولا واحدا، الأهلي هياخد الدوري لو كسب ماتش بيراميدز. هيحصل انهيار تام للفريقين، والأهلي هيكسب الدوري كالعادة، لأن الفرق هيبقى نقطة. بيراميدز ما يقدرش يتحمل ضغط عليه من منافس، فطبيعي هيتعادل وهيفقد نقط وهيخسر، وهتاخد الدوري بكل سهولة. فنتمنى إن شاء الله إن النادي الأهلي يكسب ماتش بيراميدز بعد ما الاتحاد أعلن عن طاقم تحكيم هولندي كامل، وده يثبت إن الاتحاد كان سهل إنه يجيب حكام سواء فار أو حكم رئيسي أو أي حد، ولكن ما علينا. يعني الحاجة الأخيرة هو توقيع محمود حمدي الونش للنادي الأهلي. هو الونش كمدافع هو مدافع عادي، يعني هو أقل من المدافعين اللي عندك. يعني مثلا هو مش ياسر إبراهيم أحسن منه، رامي ربيعة برغم كل الكوارث اللي بيعملها، ولكن هو أحسن من الونش. ولكن في اعتقادي إن الأهلي مش هيفعل العقد، وفي اعتقادي إن الأهلي منتظر موقف محمد عبد المنعم، وفي اعتقادي إن الأهلي موقع مع الونش عشان يضغط على ياسر إبراهيم ورامي ربيعة. الحقيقة هم التلاتة بصراحة، سواء الونش أو ياسر أو حتى رامي، التلاتة ما ينفعوش يلعبوا في النادي الأهلي أصلا. يعني والله بجد التلاتة ما ينفعوش. احنا عايزين مدافعين بمستوى أعلى من كده، ولكن ما باليد حيلة، ما فيش على المستوى المحلي أي مدافع ينفع غير دول، يعني دول أحسن وحشين. فما علينا، نتمنى التوفيق للنادي الأهلي، ونتمنى مواصلة النتائج الكويسة، ونتمنى من الحاج مارسيل كولر إنه يفتح دماغه معانا في الماتش الجاي بس، لأننا لو كسبنا ماتش بيراميدز يعتبر حسمنا الموسم.